السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكل متابعي القناة. حلقة جديدة عن أخبار الرياضة المصرية والعالمية. الأهلي يكتفي بالمران الصباح اليوم لإعطاء اللاعبين فرصة لمشاهدة مباراة المنتخب الوطني أمام بلجيكا. الخطيب يعتذر عن حضور فعاليات افتتاح كأس العالم بسبب ظروفه الصحية. اليو ديانج ينتظم في تدريبات الأهلي بعد تعافيه من الإصابة. النادي الأهلي يعقد مؤتمر صحفي ضخم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة للإعلان عن الراعي الرسمي للفريق. محمد عبد المنعم يرتدي قناع الوجه في تدريبات الأهلي بعد وصوله من بلجيكا. طبيب الأهلي يؤكد أن عمار حمدي اقترب جدا من العودة مرة أخرى وهو في تحسن مستمر بعد ما وصل للمرحلة الأخيرة في برنامجه التأهيلي. النادي الأهلي يلغي فكرة رحيل علي لطفي خلال فترة الانتقالات القادمة ويؤكد على بقائه لحاجة الفريق لخدماته. النادي الأهلي يجدد التفاوض مع اللاعب أحمد عادل ميسي لضمه في يناير من الاتحاد السكندري. طبيب الناشئين في النادي الأهلي يتواجد في ميران الفريق الأول بسبب تواجد طبيب الأهلي في النمسا بصحبة أيمن أشرف. الأهلي ينفي خروج رامي ربيعة للإعارة في يناير واللاعب باقي مع الفريق خلال الفترة القادمة. كولر يبدأ في مشاهدة مباريات سابقة للمقاولون العرب لدراسة الفريق جيدا لوضع أفضل طريقة قبل المواجهة. الجهاز الطبي بالأهلي يرفض العجلة في الدفع بمحمد عبد المنعم في مباريات الفريق لعدم تجدد الإصابة مرة أخرى. على حساب محمد صلاح وإيرلينج هالاند، الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد يفوز بجائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب في العالم. محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم 2022 من جلوب سوكر بتصويت الجماهير. الزمالك يدرس توقيع عقوبة على البنيني سامسون إيكينولا مهاجم الفريق بسبب تأخره عن موعد العودة إلى القاهرة. المحترف البرازيلي برونو فيليبي جناح فريق أمونيا نيكوسيا القبرصي ضمن المرشحين للانتقال إلى النادي الأهلي خلال شهر يناير القادم. تم عرض برونو فيليبي عن طريق أحد وكلاء اللاعبين وهو نفس الوكيل الذي عرض مارسينهو الصيف الماضي. اللاعب يلقى قبولا داخل النادي الأهلي كونه لاعب في مستويات عالية حيث شارك مع فريقه السابق في دوري أبطال أوروبا كما سجل 5 أهداف خلال الموسم الجاري في الدوري القبرصي. ومصدر من الأهلي يؤكد القرار النهائي في يد مارسيل كولر المدير الفني للفريق وننتظر الاجتماع به من أجل تحديد احتياجاته في موسم الانتقالات الشتوية بعدما عاد من أجازته في سويسرا. طبيب المنتخب إصابة حمدي فتحي عبارة عن آلام عضلية خفيفة ويحتاج إلى الراحة فقط، لذا تم استبعاده من مباراة المنتخب أمام بلجيكا. محمد عواد حارس مرمى الزمالك طلب المشاركة في مباراة منتخب مصر أمام بلجيكا الودية، ولكن روي فيتوريا رفض طلبه وسيواصل الاعتماد على محمد الشناوي أساسيا في عرين الفراعنة. أسامة نبيه عودة محمود علاء في يناير واردة جدا. احنا في الزمالك عموما بنحط بند يسمح لنا بقطع إعارة وعودة اللاعبين. لا أعرف هل عقد محمود علاء موجود فيه البند ده ولا لا. لو مش موجود لا يحق لنا طلب عودة محمود علاء من الاتحاد. وفكرة رفع محمد عبد السلام من قائمة الانتظار مطروحة حاليا ولكن لم يتم اتخاذ القرار ووارد التعاقد مع لاعبين في يناير المقبل. أحمد حسام ميدو منتخبنا يقدر يكسب بلجيكا ونقدر نرعبهم بالسرعات التلت الهجومي للمنتخب المصري. مرتضى منصور جماهير الزمالك بتقول احنا خايفين مرتضى يمشي عشان الزمالك هيقع وينهار والقناة هتتقفل. يعني انتوا خايفين على القناة وعلى النادي ومش خايفين عليا؟ دي حاجة تقرف. الدولة بتدلع الأهلي مليارات ورعاية وشركات والزمالك محجوز عليه في البنوك ويقول لك خد ملاليم رعاية وبس. ايه القرف اللي احنا فيه ده؟ بيراميدز يدرس إقالة تكيس كونياس حال الخسارة من البنك الأهلي في بطولة الدوري. الكابتن محمود الخطيب عقد عدة اجتماعات لمناقشة بعض الملفات بعد عودته من الرحلة العلاجية ومن أهمها موقف محمود كهربا. ومن المنتظر أن يعقد محمود الخطيب جلسة مع سيد عبد الحفيظ لعرض آخر مستجدات الأمر والموقف النهائي للاعب. حسم الموقف النهائي لتجديد رباعي الفريق حسين الشحات وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ورامي ربيعة. تطورات الاستاد الجديد حيث سيقوم الخطيب بعرض تطورات آخر المفاوضات التي تمت في الأيام الماضية على اجتماع مجلس الإدارة. اجتماع مع لجنة التخطيط لمناقشة خطة النادي في فترة الانتقالات الشتوية وتوصيات كولر. الاجتماع مع كولر للإطمئنان على استعدادات الفريق للمرحلة المقبلة واحتياجاته الفنية. اجتماع مع شركة القرى لعرض الخطة والتصور التي وضعته الشركة خلال الفترة الماضية بخصوص بعض ملفات القرى بالأهلي.
قنوات أبو ظبي الرياضية تعلن عن إذاعة مباراة منتخب مصر أمام بلجيكا اليوم الساعة 5 مساء. محمد عواد: أستغرب تجاهل أمير مرتضى منصور تجديد تعاقدي. طارق السيد يهاجم خالد الغندور: عيب عليك لما تبقى إعلامي في قناة ناديك اللي عمل اسمك وتطلب $500,000 في الشهر في ظل الأزمة المالية التي يمر بها نادي الزمالك. انت بتطلع 3 أيام في الأسبوع وبتاخد $250,000 في الشهر، مش مكفيينك يا كابتن؟ طب ايه الفرق بينك وبين اللي حجز على أرصدة النادي؟ الفرق ان كل واحد بيحط على الزمالك بطريقته يا كابتن خالد. مصدر من الزمالك: يوسف أسامة نبيه تلقى عرضا من البنك الأهلي للرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بناء على طلب خالد جلال الذي يرغب في ضمه، كما تلقى سيف فاروق جعفر عرضا من بيراميدز. وفيريرا يرفض رحيل يوسف أسامة نبيه عن الفريق، لكنه مرن بالنسبة لخروج سيف فاروق جعفر للإعارة. فيريرا وعد الثنائي بالحصول على فرصة في بطولة كأس الرابطة، ولكن سيف فاروق يرغب في الحصول على أكبر كم من المشاركة في المباريات، وتتجه النية لإعارته في يناير، مع رفض العروض المقدمة ليوسف أسامة نبيه بناء على رغبة المدير الفني. بعد انسحاب كوستاريكا من مواجهة العراق وديا، يوجد اتصالات تجريها شركات رعاية لتنظيم مباراة ودية بين منتخب العراق ومنتخب مصر على استاد البصرة يوم 21 نوفمبر الجاري، والعرض المادي تبلغ قيمته $500,000 بشرط مشاركة محمد صلاح في المباراة. كريستيانو رونالدو: قطر ستنظم نسخة هي الأفضل في تاريخ بطولات كأس العالم، من واقع التحضيرات التي أعلنتها، إضافة للتقارب الكبير في المسافات بين الملاعب. خلال فترة المونديال، جامعة قطر تعتزم توزيع بطاقات على المشجعين تضم أحاديث نبوية مكتوبة باللغة الإنجليزية تعبر عن القيم والأخلاق الإسلامية. سيرجيو راموس يفوز بجائزة أفضل مدافع بتاريخ كرة القدم المقدمة من جلوب سوكر، وكارلو أنشيلوتي يفوز بجائزة جلوب سوكر لأفضل مدرب في العالم، وريال مدريد أفضل نادي في العالم، وميلان الإيطالي أفضل إدارة، وبنفيكا البرتغالي أفضل فريق شاب. لجنة الانضباط في الليجا أعلنت إيقاف روبرتو لواندوسكي 3 مباريات بعدما تعرض للطرد أمام أوساسونا. انتهت أخبارنا. اكتب لنا في التعليقات توقعاتك، هل فيتوريا هيدفع بعمر جابر ولا أكرم توفيق في مركز الظهير الأيمن؟ لو الفيديو عجبك ادعمنا بلايك، اشترك في القناة علشان يوصلك كل فيديوهاتنا وأخبارنا الجديدة، والسلام عليكم ورحمة الله.